يا هلا والله اخوي محمد، امسي عليك ومسي على الاخوان ومسي على الاخوان المشاهدين والمشاهدات. ولو تسمح لي بس ابارك حقيقه للقياده. إذا ما نسمح لك ما نسمح لمين يعني؟ الله يا يطول فؤاد. عمرك. نبارك للقياده حقيقه وعلى راسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين على هذا حقيقه الانتصار وهذه اللحمه اللي شفناها اليوم حقيقه في الجوهره. أبارك أيضا لرجل الرياضة الأول الأمير عبد الله بن مساعد، وأيضا عادل عزت، وأيضا المدرب واللاعبين، وأيضا حقيقة الجمهور اللي حضر اليوم اللي دايم حقيقة مشرفنا، جمهور الغربية. وأنا أقول الثلاث نقاط هذه هي جت بكم أنتم، حضوركم، تشجيعكم من أول دقيقة لين آخر دقيقة هي من دفعة الأخضر ولاعبين الأخضر، وطلعوا وأفرزوا هذه الطاقات حقيقة في الميدان، وحققنا حقيقة ثلاث نقاط. كان منعطف يعني بالنسبة للمنتخب السعودي مهم جدا حقيقة. الملحمة اللي شفناها اليوم الجماهيرية، أيضا لا ننسى أيضا رؤساء الأندية اللي حضروا اليوم، سواء السابقين أو الحاضرين أو أصحاب السمو الملكي والأمراء اللي كانوا حقيقة. عندما تكون مهمة للوطن حقيقة يتساوى الجميع حقيقة في تشجيع حقيقة هذا المنتخب، وهذه اللحمة اللي كنا حقيقة محتاجينها من فترة طويلة، ولا عشناها يعني من فترة طويلة يعني إلا في التصفيات هذه. في كل مباراة يظهر معدن حقيقة المسؤول السعودي والمشجع السعودي واللاعب والجميع حقيقة. الإعلام برضو لا ننساه أنه كان له دور في الفترة السابقة. حقيقة هذه الانتصارات هي تنعشنا جميعا حقيقة. لما أشوف مثلا عيالي، أشوف أهلي، أشوف جيراننا، أشوف شيباننا، أشوف الكبار والصغار حقيقة فرحانين بهذا المنجز، وهو حيعطينا دافع لمنجز أكبر الآن على الرقم النقطي اللي وصلنا له، وأيضا المستوى والروح اللي شفناها والتعاون اللي شفناه بين اللعيبة. لا نرضى إلا الوصول إلى روسيا، لأن أثبتوا اللاعبين وأثبت المدرب أن الفريق عنده إمكانيات أنه يصل. فلذلك لابد أن نحافظ على نفسنا، نحافظ على الرتم حقيقة هذا اللي وصل له المنتخب السعودي. حقيقة أنا من خلال 24 يعني أهنئ حقيقة السيد مارفك على ما قام به في الفترة اللي راحت كلها. كان عندنا منتخب حقيقة يعني نوع ما كان مهزوز، عاد حقيقة صياغة حقيقة هذا المنتخب، عاد صياغة كثير حقيقة من اللاعبين. اللحمة اليوم شفناها في غرفة الملابس، شفناها في الملعب، شفناها في المدرج، شفناها بين رؤساء الأندية، شفناها اليوم أيضا في الاستديو عندنا. حقيقة احنا محتاجين يعني المنتخب السعودي وأيضا المملكة العربية السعودية حققت إنجازات. يعني يكفيك 20 سنة وأنت يعني بطل أو موجود في أكبر قارة في يعني في الآن في آسيا، وأنت 20 سنة وأنت يا بطل يا وصيف. وأيضا لا ننسى أيضا الوصول إلى كأس العالم 4 مرات. وأنا كفؤاد أنور يعني أحلم أشوف منتخبي زي ما لعبت فيه أنا يلعبون اللعيبة هذول والزملاء، لأن محمد ولا يهونون اللي موجودين، أقسم بالله هذه لازم لابد توصل للعيبة. عندما تصل إلى كأس العالم ويعزف السلام الملكي وتناظر علم المملكة العربية السعودية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني تحس بفخر وتحس بنشوة وتحس يعني بأشياء كثيرة. وإلى الآن أذكر أيضا لابد أن نعيد الكلمات اللي كنا نسمعها من قادتنا الملك فهد رحمة الله عليه، عندما قال لو دفعنا مئات الملايين من الدولارات لا يمكن نعمل دعاية للمملكة العربية السعودية مثل ما عملتوها أنتم في 94. فاحنا اتمنى ذا الجيل انه يسمع ذا الكلام ويحاول انه يصل حقيقة مو بله
ايضا حتى الجمهور متعطش للوصول الى كاس العالم، لان حقيقه احنا تعودنا